ساعتها بيقرر انه يهرب من البيت بسرعه قبل ما حد يشوفه. بعد كده بنشوف الكلب بانديت وهو داخل مطعم، والمطعم دوت بيكون زحمه جدا ومليان ناس اغنياء، وهناك بنشوف الكلب وهو بيسرق فلوس من الشنط بتاعتهم. بعد كده بياخد الفلوس ويرجع لبيت اوين مره تانية، وتاني يوم بيقرر اوين ان ياخد الكلب ويوديه عند دكتور حيوانات علشان يعمل له فحص ويطمن عليه. ساعتها الدكتور بيطمنه على حاله الكلب ويقول له حميه، لان الدكتور لاحظ ان جسمه متوسخ جدا، وكمان خاف على الكلب ان يتعدي من العدوى المنتشره. بعد كده بنشوف المساعده بتاع الدكتور وهي بتطلب منه الفيزا بتاعته علشان تشتري لوازم طبيه للعياده، وساعتها الدكتور بيدور في جيوبه على الفيزا، لكن لسوء الحظ مش بيلاقيها، ويتفاجئ ان المحفظه بتاعته مش موجوده. وقتها الدكتور بيشك ان الكلب هو اللي سرق المحفظه. تاني يوم بيخرج اوين هو والكلب بتاعه علشان يشتري شويه حاجات من السوق، وهو راجع بيتفاجئ ان الاولاد الغلسين واقفين مستنيينه علشان يتنمروا عليه وكمان يضايقوه. وقتها الاولاد بيهددوه ان هيضربوه لو شافوه في المنطقه مره تانية. ساعتها الكلب بانديت بيروح عند الشنطه بتاع واحد من الاولاد دول ويسرق الفلوس اللي موجوده فيها. بعد كده اوين بيحدفهم بالطماطم اللي معاه وياخدوا الكلب بتاعه ويهرب من المكان. ساعتها بتكون والده اوين قاعده مع عمته وبتحكي لها انها اترفضت من الشغل بتاعها الجديد ومش عارفه تتصرف ازاي وتعمل ايه في مصاريف البيت المطلوبه منها. وقتها اوين بيرجع البيت ويشوف والدته وهي بتبكي وتعيط والدموع في عينيها. ساعتها بيعرف ان والدته بتعاني من مشكله ماديه. وقتها اوين بيتضايق جدا لانه مش عارف ازاي يساعد والدته. ساعتها الكلب بانديت بيكون قاعد جنبيه واوين بيتفاجئ ان في فلوس في جيبه، وساعتها بيطلع ان الكلب بانديت سرق الفلوس من الولد اللي كان بيتخانق فيه وحطها له جوه جيبه. بعد كده بنشوف الولد اللي اتسرقت منه الفلوس وهو جايب مامته ورايح عند بيت اوين. وقتها والده الولد بتتكلم مع مامة اوين وتقول لها ابنك ضرب ابني بالطماطم وبعد كده سرق فلوسه. وساعتها بيفهم اوين ويتاكد ان الكلب هو اللي سرق الفلوس وحطها له جوه جيبه. بعد كده امه بتتعصب عليه وتتخانق فيه على اللي حصل، وكمان بتهدده انها تودي الكلب الملجأ مره تانية لو اتكرر الموضوع بعد كده. بعد كده بنشوف الحراميه واقفين قدام البيت بتاع اوين ومراقبينه علشان يشوفوا طريقه يسرقوا الكلب منه. وتاني يوم الصبح بيروح اوين هو والكلب بتاعه حديقه علشان يدربه ويخليه يسمع الكلام. وساعتها بيشوفوا جارته ليلى موجود في الحديقه وبتروح عنده عشان تتكلم معاه وتسلم عليه. وقتها ليلى بتعرض عليه انه يخرجوا مع بعض ويتفسحوا. ساعتها بيكونوا مبسوطين جدا انهم مع بعض وبقوا اصحاب. بعد كده بيبدا اوين انه يدرب الكلب ان ما يسرقش اي حد تاني. وفجاه الكلب بانديت بيشوف عربيه فلوس معديه من قدامهم، يروح يسيب اوين ويطلع يجري وراها لحد ما العربيه وصلت عند البنك. راح الكلب وقف عند الحرس وما كانش خايف منهم، وساعتها الحرس بيشوفوه لكن ما بيدوهش اي اهتمام زي اي كلب تاني واقف في الشارع. والحرس بيكملوا شغلهم عادي وياخدوا اكياس الفلوس ويدخلوها جوه البنك. وساعتها الكلب بانديت بيشوف اكياس الفلوس وهي مرميه على الارض. وقتها بيقرر انه يسرق كيس من الاكياس دول. راح استخبى تحت العربيه لحد ما الحراس يدخلوا جوه البنك علشان محدش منهم يشوفه. وقتها الكلب بيشوفهم مشغولين في نقل الفلوس. راح سرق شنطه فلوس من الموجوده على الارض وخدها وطلع يجري.